ولا تاريخ ولا درع مسؤول، وكل ده موجود ان شاء الله لتحديدات، بس عشان نمشي بالتسلسل كما ذكرت ان ورقه بردين تورين لم توضح ملوك مصر. اذا كاتب هذه الورقه سواء كان عهد رمسيس الثاني، عهد رمسيس الثالث، ما نعرفش ذكر اسماء هذه الملوك، لان انا اشوف رغم ان الورقه دي تعود الى القرن ال 12 قبل الميلاد، اي كان موجود فيها رمسيس الثاني الثالث، ان يكون رمسيس نفسه الثاني او الثالث بالذات ان دول الاساسيين. ده اكثر واحد كان سامع عن الاسيويين ودمرهم تماما في منطقه اواريس، ما كان قد تبقى من مبانيهم ودخلنا في الصراع التاريخي. هل هم الثلاثه دول اسم المدينه واحده ولا ثلاث مدن؟ انا ما اعرفش ان ثلاثه مدينه واحده. طيب اذا حتى عهد الملك الحسين لم نجد ايضا ذكر اسيويين. نيجي بعد كده هنلاقي في برديه مقبوله بالمتحف المصري. البرديه ده هو في القصر الاسره 19، وكان لنا شرف يوم من الايام ان انا اشوفها بعيني ايام الدكتور اسكندر استاذ الترميم والمومياوات. هذا الرجل انا اقل له كل احترام وتقدير الحقيقه، بالذات في معالجه المومياوات. كان عنده فكر جديد. لكن انا كنت بسميه محروس المومياوات المصريه، بس ما اعرفش اخبار ايه دلوقتي، لكن اخر مره نزلت ترجماني في جاي في الشغل قبل من قبل القديمه بتاعتنا. المهم البرديه دي برضه بيقول لك وقع في مصر فريسه لعدو الناس ولم يكن في البلاد الملك يحكمها، وكان سلطان الرعى يحكم مقاطعات الجنوب. يبقى في فكره قوميه هنا عدم وجود ملك معين في الشمال، واستقر ملكه في اواريس حيث كانت تبقى له ضرائب ويبدأ بها من انحاء البلاد. يعني حتى هنا كمان في الورقه المصريه لم نجد اي تعليق خالص على كلمه اصول. يبقى حيث الفلوس ما ذكرتش ولا الدورين ما ذكرتش ولا الفرضيه المقوله بتاعت المتحف المصري. طيب مين الذي اصدر كلمه الاصول؟ يبقى احنا كده عندنا تاريخ مصر. اول واحد للاسف الشديد مش للاسف اول واحد. طيب في حاجه ثانيه عايزين برضه نقولها قبل ما نخش في التاريخ. هنيجي مقاله احمس الامام. طبعا احنا عارفين ان في مقاله مهمه كانت بتتكلم عن احداث قرن الجديد في مصر زي دي وسيتاو واحمس الابانه واحمس الجنيه وهلوم برضه. احنا جبنا مقاله احمس الابانه، وانا فوجئت حاجه غريبه جدا والسؤال ما زال يتردد حتى الان، ويا ريت فعلا التغيير المصريين يبتدوا يفكروا في الحاجات دي. هو الملك احمس بعظمته لماذا لم يكتب اي شيء عن حروب ضد الاسلام؟ انا اسف والله حد فكر فيها؟ ده احمس قائد الاصول ما يكتبش اي حاجه عن هذا الانجاز العظيم، رغم ان مقاله احمس بن ابانا بيقول انه وصل حتى منطقه النهضه فلسطين. اشمعنى فلسطين؟ هو السؤال يعني. طب انا ضربتهم من مصر ضربتهم من سيناء، بس اصل لحد فلسطين ليه؟ هنا في نقطه بقى علشان يفهم مين الوصول ضد الضرب. بمنتهى البساطه في ناس كتيره بيتهموني للاسف الشديد ان انا عاملها صهيونيه، وانا وحياه ربنا ما اعرف يعني ايه صهيونيه ولا عامل صهيونيه ولا اي حاجه. بس العمليه ان في حقائق التاريخ لا لابد ان احنا نعترف ان في كانت واقعه تاريخيه اصيله. بدليل بمنتهى البساطه كده اسرائيل حكمت او احتلت مدن القناه في مصر، واحنا بنقول ايه؟ نكسب 67 مش عارفين نكتشف انها كانت قديمه واحتلال لمدن القناه. كل اللي بيقول نكسب 67 هي نفس مجاميع المقاييس. لعن الله على هذا القول، ومش أقولها أمام الله لأن أكثر الناس فرحا من بني إسرائيل وخاصة 4 أفراد من الفرق اللي أنا هقوله. فالمهم إحنا بقينا في أحمس بن أبانا، وزي ما قلت برضه لحضراتكم يا ريت حتى الشباب الصغير يفكر إن إحنا خلاص كام سنة وهنطلع المعاش حاملين. أنتوا فكروا إزاي ملك زي أحمس بعظمته ما يكتبش حاجة عن هذه الحروب؟ ليه؟
هل كان متواضع لهذه الدرجة؟ في مقابر عن لما صور مقبرة أحمد بن أبان، وده طبعا كان قبل الشهور ومعبدها، لكن لم يذكر شيء منقطع عن كده. فكل ما ذكروا السياسيين والملك أحمد وصل أحمد الأول طبعا من أحمد الثاني الكاتب وصل لحد بلاد البلد كنعان أو فلسطين أو أي دولة فالمهم وصل برضيك تريد الأساسيين الصغيرين عشان ما تتلخبطوش بالمناسبة في برضيتين مشهورين جدا بالتورين، يعني مش ورقة واحدة، في ورقة التورين اللي مكتوب فيها أسماء الملوك وده المرجع بتاعنا، وفي ورقة ثانية برضه مشهورة جدا اسمها ورقة التورين من عهد الملك رمسيس ال11 وكان كاتبها كاتب عن بداية وتحصيل الضوابط في المقاطعات الجنوبية. يعني الناس اللي هاولت ترجمة واللغة المصرية قديمة يفرقوا ما بين بريد تورين حيث الأسماء وبريد تورين أو اللي عهد الملك رمسيس اللي الاثنين مشهورين جدا. أنا بتبحث حد من كده أنا بتبحث عن أسماء الملوك ولا على بداية الضوابط. فنرجع للأحمس بن أبانا فما لقيت سيرته برضه كده بالنصوص مثلا أحمس بن أبانا أو أحمد شهور فبعدين يعني كلمة جت منين دي مهمة جدا جدا في الدراسات المصرية عشان يكونوا محددين، وبالذات أنا بنصح أي واحد باحث في المصريات إنه يتحرك دقة كاملة، ويا ريت حتى لو هو ضعيف في اللغة المصرية القديمة إن أنا بفضل أقولها مصرية قديمة مش لغة بوليتيكية، يتحرك دقة كاملة وما كانش يسأل لأن ممكن حرف يجيب معنى مختلف تماما ومش هنقطع إيه برضه الشيء مش هيوصل. النهارده عندنا في مجلس الشعب ممكن نقعد نعملوا مناقشات لأسابيع عشان كلمة من أو على أو في وهلم مرة. طيب إذا احنا وصلنا للتاريخ المصري فكل الكتابات الشديدة لم يصدر لا يوصل الأكيرونيين أو البلد. طب لما يجي نتكلم عن البلد هنا نقول طيب يعني كم متخصصين أكاديميين بنستعين باللغة المصرية القديمة أو نحن نجيب اللغة المصرية القديمة، لابد إن احنا نفرق ما بين البدو بمعنى كلمة البدو والبدو كالعالم. نقطة مهمة جدا جدا جدا. لأن لو احنا حلينا هذا المصطلح يبقى مفيش مشكلة. البدو اللي كان عندنا في مصر في الصحراء الشرقية كان اسمهم بدو الكونو. دول بدو الصحراء الشرقية وكان لهم دور جميل جدا مع مصر في الاكتشافات اللي عملها الملوك لمناجم الصحراء الشرقية. إنما البدو غير الكونو دول كانوا يتحطوا 7 سنين وما بعد لحد ما قلنا منطقة مشكلة الهكسوس دي أو من هم الهكسوس طلع لأول مرة في البداية التاريخي عن طريق الأثري إدوارد ماير الذي أصدر كتاب سنة 30 عن الهكسوس من هم الهكسوس.